أيها المصلون والصائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام، ووفقنا إلى صيام وقيام هذه العشر الأواخر من رمضان. وجلوسكم أيها الأحبة الأكارم في الجنة يكون على حسب جلوسكم في المساجد، أي الصف الأول فالأول. يقول تعالى في محكم تنزيله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أيها الأحبة الأكارم، الاستمساك بالله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والاعتماد عليه والعبادة له. فمن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الله فما قل ولا اختل ولا ذل ولا مل. تعس عبد الدينار والدرهم وانتكس، وإن شيك فلا انتقش. ما اعتمدت وما أحببت شيئا إلا صرت له عبدا. إذا اعتمدت على هذه الدنيا أو ملت لها واعتمدت عليها وأحببتها وزدت في حبها، قادتك إلى الذل وإلى المهالك. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هو سماكم المسلمين من قبل، ما قال لا سلفي، ما سماك سلفيون ولا سماك شيعيون، لست منهم في شيء. أو الآية: كل حزب بما لديهم فرحون. حل الله سبحانه وتعالى المشاكل بهذه الآية: أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، لا سلفي ولا خلفي ولا صوفي، وإنما سماكم المسلمين أمة واحدة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الرسل جاءوا، الرسول تلو الآخر، ليتمموا البناء. واللبن ما هو الرسول؟ اللبن هو النبي صلى الله عليه وسلم، أتم الله به هذا البناء. إن إبراهيم كان أمة، وتطلق هذه الكلمة على الرجل الذي جمع الخصال. في الأشياء لا يربطها التطوع، أو العمل لا يربطه التطوع، وإنما تربطه الحاجة. ما نقولش أنا أقدم عمل للناس، وإنما تربطك الحاجة إلى الدنيا وإلى مصالحها، هو الذي يربطك بعملك. يخرج الرجل الصباح ويقول أو باش يقول قدم عمل للناس، وأنا ما أقول لي يا مسهل سهل يا رزاق يا كذا، أو يعتمد على الرزق. لا أحد يخدم أحد، وإنما إنسان يخدم نفسه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قيل لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: من أباك؟ قال: الإسلام.
فلما بلغ ذلك إلا بعد موته رضي الله تعالى عنه، والذي فرق بين الحق والباطل كان يفر منه الشيطان رضي الله تعالى عنه. قيل لسلمان الفارسي: من أباك يا سلمان؟ قال: أبي الإسلام. فلما بلغ ذلك القول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بكى وقال: وأنا أبي الإسلام، وأنا أبي الإسلام، وأنا أبي الإسلام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أعداء الإسلام قطعوا المسلمين، وبلادهم أو بلادهم. ويقول تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لهذا يجب العبد أن يستمسك بالله سبحانه وتعالى، لا يقول لا مالي ولا جاهي ولا ابن عمي ولا منصبي، لا، يستمسك بالله. من يعتصم بالله لن يضيعه الله سبحانه وتعالى ولن يتركه. الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله سبحانه وتعالى هو مالك وهو جاهك وهو ابن عمك وهو منصبك وهو كل شيء. تعس عبد الدينار والدرهم وانتكس، وإن شيك فلن تقش. عبد للدينار والدرهم. الآن أصبح الناس أو الشباب سامحهم الله يعبدون الهاتف النقال ولا البورتابل، هو معبودهم. هاو من اللي يريح ينوض، ولا من اللي يريح مع جماعة، ولا الليل كامل، واش راه يدير؟ راه يكونيكتي كما نقول. عاد شوف ياك رانا نريحو في جماعة، ما غير نريحو يجبد سموه يفتح، يدير الكون تاعو يفتح ويبدا طق 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 حتى في الصلاة، وما تركوش هذا الاسم. واش اللي المعبود تاعو هذا؟ المعبود تاعو هذا البورتابل. والله لا يحب إلا أن تكون له عبدا. قيل إن المشركين الذين يدخلون الإسلام يدخلون بسبب تكافل المسلمين، يشوفوا أعراسهم، جنائزهم، أعيادهم، صلاتهم، يعني العبادة تاعهم كلها فيها وحدة وتكافل. حتى احنا الأشياء التي تكون جماعة الأجر فيها مضاعف أكثر من الفرد. حتى نقولوا عرس جماعي، كي يسمعوا الناس عرس جماعي يفرح. صلاة الاستسقاء جماعة، يأتي الغيث، جميع الأمور التي تكون فيها الأجر أكثر الجماعة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد الواحد ب27 درجة. الجمعة هي سنة صلاة الجماعة، أما الجمعة واجبة ليتركها المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى على ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وبسبب السعادة الذي يجدونها في القرآن. والشباب شبابنا هداهم الله إلى الطريق المستقيم، وهداهم الله إلى قراءة القرآن وإلى الصلاة، محافظة على الصلاة، وإلى طاعة الوالدين، وإلى طريق المستقيم. لماذا يتناولون المهلوسات؟ علاه يتناول النساء المهلوسات؟ يبحث على السعادة. جميع اللي يتناول الخمر تجده من مشاكل، أو هذه المهلوسات يبحث عن السعادة. والسعادة هي في الصلاة
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها بلا. يهرع الإنسان إلى الصلاة، كي تصيبوا حاجة استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر ثم الصلاة. يهرع إلى الصلاة يجد ثم السعادة تاعه، يهرع إلى الصبر وإلى الصلاة. والقرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. إذا هرع الشاب إلى قراءة القرآن وإلى الصلاة وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الوالدين فإنه يجد السعادة في ذلك المكان، يجدها في قراءة المشينة. الوقت يداهمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك ربنا تقضي بالحق ولا يقضى عليك تبارك وتعاليت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إنك سميع قريب جميع الدعوات. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ومن الأرض. اللهم استر